اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة. اللهم ارحم أبي وموتى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. بصوا عاملين النهاردة عظم حاجة كده ملهاش حل. يلا ما طولش عليكم ونسمي بسم الله ونصلي على الحبيب ونخش على المقادير. معانا المقادير بتاعتنا بسرعة بسرعة كده: طماطمتين وبصلتين، يعني حسب الحجم بتاعي. نص معلقة بهارات فراخ، بابريكا، ورق لوري، زنجبيل، كبابة صيني، 4 5 فصوص توم، سماق من كل حاجة، ونص معلقة ونص معلقة. الملح هو اللي معلقة واحدة. ننزل كل البهارات بتاعتنا الجميلة دي على الكبة. ودول قرنين فلفل، واحد رومي وواحد حامي. اختياري الحامي براحتك، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه دي حاجه ترجعي. بس القرن الفلفل الحامي بيخليها بصراحه سبايسي وطعمها جميل. كل ده ننزل بيه على الكبه وندور الكبه. احنا مش عايزينه مفروم ناعم يا حبايبي، احنا عايزينه خشن، مش عايزينه ناعم، يعني تقريبا مجروش. خلاص ضربناه. نجيب الفراخ بتاعتنا غسلينها بالملح والخل والليمون. ننزل كل المكونات بتاعتنا. ما ننساش بقى دبس الرمان، بيخلي الخلطة بصراحة بيوديها في مكان تاني. معلقة كبيرة دبس رمان على الخلطة بتاعتنا. ونشيل بقى المعلقة احنا مش عايزينها، هندخل بايدينا. غلفي كل التتبيلة بتاعتك الجميلة القمر ومريحة تحفة دي في الفراخ. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، مغسولة غسلة نظيفة ومتفتحة بالسكينة عشان تعرفي تنزلي كل الخلطة جواها. على الفريزر، على التلاجة على طول. سيبيها بيتيها ليلة. لو انت مستعجلة سيبيها ساعتين في التلاجة. انا بيتها ليلة وتاني يوم بدأت الصينية بقى بتاعتي معلقة سمنة حلوة كبيرة كده على معلقتين زيت، ونسيبهم يسخنوا قوي. وبعد ما يسخنوا ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. لازم تاخد صدمة. بصوا الفراخ القمر دي باتت معانا ليلة في التتبيلة، هتاخد صدمة ونفس الوقت لون، يعني هنديها صدمة ولون في نفس الوقت. تصبري عليها. اصبري عليها كده لحد ما تاخد صدمة من الجنبين ومن ونفس اللون، نفس الوقت صدمة ولون. نقلبها بقى على الجنب التاني عشان برضو تاخد لون من الناحية التانية. حوريها بقى ولفيها كده لفة حلوة واصبري. بص ما اخدتش لون كده لسه، نكمل بقى ننزلها تاني تكمل بقية اللون. بصوا قلبناها خدت، هو ده اللون اللي احنا عايزينه كده. تمام تمام التمام. نشيلها بقى نركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه في نفس الصينية اللي احنا عاملين فيها البهاريز اللي نزلت دي كلها. ننزل بقى بصلاية صغيرة مفرومة ناعم، وننزل على المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. دول 3 4 فصوص حبهان مستكة، 4 فصوص قرنفل، ورق لوري، وسنة قرف. نقلب البصلاية لحد البصلاية ما تاخد لون الجلد بتاعنا، مش تحمر، لا تاخد لون. ننزل بقى ده نص كيلو رز بسمتي يا حبايبي، ننزل بيه مصفيين ومش ناقعينه، غاسلينه ومش ناقعينه. حط معلقة ملح كده، كل بهاراتنا محطوطة. ونقلب الرز الحركة دي يا حبايبي بتخلي الرز يبقى مفلفل مش معجن. اول ما يسخن معانا ننزل بقى بالمية. ده رز بسمتي يا حبايبي كوباية لاتنين. انا لقيته دلع رحت حطاله شوية ملح تاني. الرز البلدي بتاعنا بياخد من كوباية لكوباية، كوباية رز كوباية مية. الرز دوت بياخد كوباية رز كوبايتين 2 مية.
اول ما يغلي معانا بالشكل ده كده نجيب الشبكة بتاعة الميكروويف ونحطها في النص. اول ما نحطها في النص كده نظبط بقى الفراخ بتاعتنا في نص الصينية بالظبط، عشان كل البهاريز اللي تنزل من الفراخ تنزل فوق الرز، عشان الاتنين ياخدوا من طعم بعض، والفراخ هتستوي. ما تقلقيش، الفراخ هتستوي من البخار بتاع الرز بتاعنا. نجيب بقى ورقة زبدة نحطها ما بين الفويل عشان ده يخش النار، ومش صحي نحط الفويل في الفرن ملامس للأكل بتاعنا، طبعا دي حاجة مش صحية. نحط ورقة الزبدة ما بينهم. الفويل تستعمليه عادي على البارد، انما لما يتحط في الفرن ده مش صحي. نجيب بقى ورقة فويل ونغطي بقى، حاطين ما بينهم ورقة الزبدة، ونحط عليهم الفويل ونغطي كده ونحمقها حلو، عشان لما تخش الفرن ما تطلعش اي بخار من اي حاجة، عشان البخار اللي طالع يسوي الفريه، ما نخلاش منفسة يعني بمعنى اصح. جبت ورقة فويل تاني عكستها، ولعت الفرن على 180 درجة مسبقا، ودخلت الصينية. الصينية تاخد معانا قد ايه؟ من نص ساعة لتلات ارباع ساعة حسب حجم الفرخة معاكي. يلا نروح نعمل التتبيلة بقى اللي هندهن بيها الفراخ. معلقة صلصة، عصرة ليمونة كبيرة، ودي بابريكا يا حبايبي، نص معلقة ملح، نحط شوية زيت، معلقتين 3 زيت، وشوية دبس رمان. دبس الرمان مع الليمون والملح بيديكي بقى روح، بيديكي بقى بصراحة مزازة، مش قادرة اقولك المزازة اللي ايه. ندهن بقى الخلطة الجبارة دي للفراخ، طلعناها بصوا على الريحة وعلى الجمال، رز استوى والفراخ استوت تحفة. ندهن بقى الدهنة دي عشان طبعا ناخد اللون الجميل زي ما هي الشبكة كده تحت الشواية. والرز بتاعنا نحط له شوية زعفران مع معلقتين مية يدينا لون، ودي بابريكا، معلقتين بابريكا على معلقة بابريكا على معلقتين مية، ونحطها في الفرن مع الفراخ. بصوا طلعوا الاتنين قمر ازاي، استووا وخد اللون الجميل، الفراخ اتحمرت واتقلوحت. ولعت لها فحمايه، الله بقى على الريحه. يلا نغطيها بالفويل عشان الفحم يدي طعم الفراخ مع الرز بيبقوا تحفه. بردت كده خلاص، نفرش الصينيه. بصوا الرز عامل ازاي مفلفل، مخاصم بعضه كله ومفلفل وريحته جباره. ننزل بقى الصينيه، عملنا ندلع نفسينا بقى ونعمل الصينيه، احنا مش اقل من اي حد بيعمل الصواني دي. دي صينيه ايه؟ صينيه العمالقه. حط الفراخ عليها بقى، وجرنشي بقى اي حاجه معاكي جرنشي بيها، اي حاجه، زبيب، انا كان عندي شويه سوداني رشيتهم على الوش، ولو في شويه بقدونس خضر، مش قادره اقول لك البقدونس الاخضر كان هيديها برضو شكل جميل، كانت هتبقى تحفه. وانا مش قادره اصبر، عايزه ادوق ادوق. خدت معلقتين كده مش عايزه تاكلي فراخ انت بصراحه، تاكلي الرز وما تاكليش الفراخ. طعم الرز رهيب 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 بصراحة، مش قادرة اقول لكم. طبعا مستوي على الصوص اللي بينزل من الفراخ، الله على الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.